ده انت بعد الفيديو ده حرفيا هتعرف كويس ازاي قوي تحب نفسك ويكون عندك ثقة عالية جدا بنفسك. لان انا اللايف كوتش بتاعك هقولك على كام خطوة كده في علم النفس لو انت عملتها حرفيا هتحب جدا نفسك ويكون عندك ثقة عالية جدا بنفسك. مبدئيا كده اول خطوة تعملها انك انت تعامل نفسك كأن هي اكتر صاحب انت بتحبه. فلما انت بقى تبتدي تتعامل نفسك ان هي اكتر صاحب انت بتحبه فتبتدي انك انت تحبه بكل مميزاته وتحبه مهما كانت عيوبه. فلما انت هتبتدي تعامل نفسك بالطريقه دي ده هيخليك انك انت تبتدي تتقبل نفسك، تتقبل ذاتك. فلما تبتدي تتقبل ذاتك بكل مميزاتها وبكل برضه عيوبها فده هينعكس عليك بعد كده انك انت هتبتدي تحب نفسك. تاني حاجه تعملها خلي بالك كويس قوي من الكلام اللي انت بتقوله لنفسك عشان نفسك بتصدقه على فكره. يعني مثلا ساعات كتيره كده وانت بتكون قاعد كده مع نفسك بتبتدي تقول لنفسك كلام وحش، كلام سلبي. ده انا شكل وحش، انا اصلا مش محبوب، انا اصلا ما اتحبش، ده انا ما عنديش صحاب، ما فيش حد اصلا بيحبني، انا فاشل، انا عمري ما بدخل في حاجه الا لما افشل فيها وعمري ما بفلح باي حاجه. شفت كل الكلام اللي انت بتقول نفسك ده كلام سلبي، والكلام ده نفسك على فكره بتصدقه. فبالتالي لما نفسك بتصدقه ده بينعكس عليك انك انت ما تكونش حابب نفسك، ما تكونش متقبل نفسك. فبالتالي ده بيخليك انك انت ما عندكش اي ثقه في نفسك. فبدل ما تفضل تجلد نفسك وتفضل تقول لنفسك كلام سلبي كده يحبطك ويخليك ما عندكش اي حب ذات ولا يخلي عندك اي ثقه في نفسك، لا ابتدي قول لنفسك كلام ايجابي، كلام ينعكس عليك ويخليك انك انت تحب نفسك. ده انا والله العظيم شكل حلو قوي، يعني مثلا حتى شوف شعري، حتى شوف مثلا شكل عيوني عامله ازاي، ده انا والله العظيم صاحب حلو، عندي صفات كتيره حلوه قوي، شخص طيب وشخص جدع، كل دي صفات حلوه. ده انا والله العظيم يعني اقدر انجح في حاجات كتيره قوي، او مثلا فشلت في حاجات عشان كنت لازم افشل فيها عشان اتعلم منها، فلما اتعلم منها ابتدي انجح في حاجات كتيره قوي ونجحت في حاجات كتيره. يعني كل الكلام ده كلام ايجابي جدا، فلما تقوله لنفسك فده ينعكس على نفسك فهيخليك انك انت تحب نفسك، هيخليك انك انت تبتدي تقدر نفسك. علم النفس بيقول لك خدها قاعده، كل ما تقول لنفسك كلام حلو وكلام ايجابي كل ما ده هينعكس عليك انك انت هتبتدي تحب نفسك، وكمان هيكون عندك ثقه عاليه جدا بنفسك. ثالث خطوه تعملها اقف قدام المرايه. ايوه زي ما سمعت كده، حاول من الوقت للتاني انك انت تعالى كده اقف قدام المرايه وبص كده على شكلك وركز كده قوي في شكلك. شوف ايه هي اكتر حاجه انت بتحبها قوي في شكلك، يعني مثلا شعرك او مثلا لون عيونك مثلا، وابتدي كده ركز قوي على الحاجات اللي انت حاببها في شكلك، وابتدي كده ابتسم ابتسامه كده، ابتسامه انك انت معجب قوي بشكلك، وابتدي قول لنفسك كلام حلو. يعني مثلا قول والله العظيم ده انا شكلي جميل جدا، وحتى لون عيونك جميله جدا، شكلي حلو قوي قوي. او مثلا لو انت خارج مثلا اي خروجه ولابس كده متشيك، تعالى قبل ما تنزل اقف قدام المرايه وقول لنفسك ده ايه اللبس الشيك ده، ايه الحلاوه دي كلها بجد، ده ايه الجمدان اللي انا فيه ده. افضل قول لنفسك كلام حلو كده. صدقني في ابحاث اتعملت في علم النفس بتقول لك ان الناس اللي هي بتعمل كده، اللي بتيجي تقف قدام المرايه وتبص كده على شكلها وبتقول لنفسها كلام حلو، دول اكتر ناس بيكون عندهم حب الذات عالي جدا جدا وبيديهم ثقه عاليه جدا جدا بنفسهم. الخطوة اللي قبل الأخيرة اللي انت تعملها هو انك انت تهتم بنفسك. يعني بكل بساطة شوف انت ازاي بتهتم قوي بأقرب حد ليك، وابتدي كده اهتم بنفسك. يعني شوف ابتدي كده اعمل حاجات تبسطك، شوف كده مثلا ايه الحاجات اللي لما بتعملها بتبسطك وتفرحك، وابتدي اعمل الحاجات دي مع نفسك. طب لو انت مش عارف ايه الحاجات دي هات كده ورقة وقلم وابتدي اكتب كده، انا والله لو عملت الحاجة دي هفرح، لو عملت الحاجة دي بفرح، لو عملت الحاجة دي بتبسط قوي، وابتدي اعمل الحاجات دي مع نفسك. لما تبتدي تعمل كده انت كده بتبتدي تهتم بنفسك. او مثلا لو انت مثلا نازل تشتري لبس جديد فانزل اشتري كده لبس جديد وانت لوحدك، ابتدي كده اهتم بنفسك. عود نفسك انك انت ما تستناش حد عشان تعمل معاه حاجات تبسطك وتفرحك، لا حاول على قد ما تقدر انك انت تعمل الحاجات اللي بتبسطك وتفرحك وانت لوحدك، لان ده بيخليك انك انت تبتدي تحب نفسك، وكمان ده يخليك انك انت تهتم بنفسك. اخر خطوه ودي 1,000,000% واراهنك على 1,000,000 جنيه وقتي انك انت بتعمل الخطوه دي، ما تقعدش كتير على السوشيال ميديا. كتر قعادك على السوشيال ميديا كتير دي على فكره اكتر حاجه بتخليك تكره نفسك، اكتر حاجه تخليك ما بتحبش نفسك، اكتر حاجه بتخليك انك انت ما عندكش اي ثقه بنفسك. وده ليه واثبت لك ليه؟ لانك انت لما بتقعد كتير على السوشيال ميديا بتبتدي تشوف ناس كتير بقى ناجحه، فالناس بقى كتير ناجحه دي ايه، معاهم فلوس كتيره ومعاهم عربيات كتيره، فبالتالي لما انت بتشوف الناس دي بتبتدي تبص على نفسك، بتبتدي
تستحقر نفسك، فبالتالي بتبتدي تبص نفسك انك انت شخص فاشل، فبالتالي بتبتدي تستحقر نفسك لانك انت مش زيهم، معكش عربيات كتيره زيهم، معكش فلوس كتيره زيهم، فبالتالي بتبتدي تستحقر نفسك. بجد لو عاوز تحب نفسك ويكون عندك ثقه عاليه في نفسك، حاول على قد ما تقدر انك انت تقلل قعادك على السوشيال ميديا. ده هيخليك انك انت تركز مع نفسك، ده هيخليك انك انت تبتدي تحب نفسك ويكون عندك ثقه عاليه جدا بنفسك. هات ورقه وقلم دلوقتي بعد الفيديو وابتدي اكتب ايه هي الصفات الحلوه اللي فيك، زي مثلا انك انت شخص جدع، زي مثلا انك انت شخص بتحب الخير لغيرك، زي مثلا صفه كمان انك انت مثلا ايه ما بتكسرش حد، ما بتكسرش بخاطر حد. ابتدي اكتب ايه هي كل الصفات الحلوه اللي فيك، وده هيخليك انك انت تبتدي كمان تحب نفسك. وابتدي كمان اكتب ايه هي السلبيات اللي فيك، وابتدي امسك بعد كده السلبيه وابتدي كده اشتغل على نفسك انك انت تصلح من نفسك. صدقني والله لما هتعمل كده دي بجد هيخليك انك انت تحب نفسك وانك انت تتقبل نفسك، فبالتالي ده ينعكس عليك انك انت يكون عندك ثقه عاليه جدا بنفسك. اخر حاجه زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.